موضوع الضرايب بتاعت البنوك اخترع ولا طالب يقف جنبه عشان تحصل المحاضرة ولا حد جه مدد من ايدك علشان تحصل المحاضرة، لكن انا ان انت جيت المحاضرة في التزام بسلوكيات طالب، انت معليك تتعايش تحضر المحاضرة محدش قالك تعالى. يا رجالة وهبدأ في المؤسسة العامة لأن أنا أتعامل مع مجموعة مش مع طالب ولا مع حد. إذا أنتوا كطلبة مش قادرين تطوروا سلوك زمايلكم وتطلع واحدة تتكلم وتدافع بالغلط أو تدافع بالصح، لأن من الواضح لا تكلم من الواضح أن التعامل مع والله أنا ما بديش المحاضرة في سويقة، أنا ما بديش المحاضرة في سويقة، أنا ما بديش المحاضرة في سويقة، أنا صوت طالبات وأولاد أقسم بجلال الله إن أنا لو جبت ابني لأديله بالقلم علشان يتكلم بهذا الأسلوب وهذه الأخلاقيات. إذا أنتوا كمدير أقول لك اتفضل اقرا واحد، لا تسمعش لا أنت من حقك إن أنت تتعدى حريتك وإنك تتعدى على حرية الآخرين. لما تعمل نفسك المدرس إنك تتعدى على حرية الآخر. وأنتوا فاهمين إن الثورة يعني بسطة، فاهمين إن أنتوا لما 50 كتير يعملوا كده دوشة ويمنعوا يكسروا الباب، الدفعة دي مش هيكون لها عقاب. أقسم بجلال الله أن ما حدث النهارده ده هيعدي على خير. وأنا أقسم بجلال الله أن ما حدث في المحاضرة النهارده وما حدث من نصوص الكلام وتجاوز الكلام وكل واحد كان أنه يدافع عن حقوق الطلبة وإن حريته إن هو يقرأ أو ما يقرأش، افتكروا بس كلام أن ما حدث اليوم مش هيعدي على دفعة سنة ثالثة على خير. أيا كان لما يحصل بقى حقوق طالب هتعمل الصح. ومثلا من المحاضرة الجاية محاضرة يوم الاثنين الساعة 3 محاضرة يوم الأربعاء الساعة 4 ويكون في معلومات مجرد أنا ما دخلت المحاضرة أول ما هدخل من الباب هنا أهو قبل ما أجي يعني في المدرج الباب اللي ورا هيتقفل والباب اللي هنا هيتقفل. مفيش باب هنا حاجة. اللي عنده يجي في هذه المواعيد أهلا وسهلا، اللي مش عنده يجي قلت 100 مرة ما حدش بيجبرك إن أنت تيجي من بيته تحضر المحاضرة. أنت اللي بتستفيد، ما تحضرش المحاضرة أنت اللي ما بتستفيد. الحاجة الثانية ما جرى وأعلنت عنه كمكافأة للمتطوع انتهى. أنت أول
كسلوك جماعي مادة علمية تاخدها ما عادش حد هيطلع ينقص ما عدتش هسأل فهمت ولا ما فهمتش كل اللي ليك عنه هتيجي المادة العلمية والشهادة محدش يجي يقول لي قادر محدش يجي يقول لي والله معلش ده وضع السبب انا اعرف زي ما بعتلك باسلوب راسي اعرف اعاملك بالاسلوب الذي تستطيع حتى لو كان في مجموعه كويسه فانتوا اثبتوا انكم دفعه لا تستحق المعامله الراقيه على الاقل من 10 بعد كده لا فانت بقى لا تسمعني ولا ما قمت هسمع لواحد لطالب او طالبه تتكلم كلمه اللي تفهمه اللي ما تفهموش ايه ما تفهموش ولا هسأل معليش فهمت ولا معليش ما فهمت اذا ما اكثر مجموعه